السلام عليكم. تعالوا نجيب فرختين كده يا جماعة، ونجيب وركين كده ولا 5 وراك على حسب ميزانيتك، ونشوف هنعمل بيهم ايه كده. بصي، كوباية رز مسلوق، كوباية برغل. الرز ده مسلوق نص سوا والثانية ما يصفى حتى لسه طالع دخان ازاي. وتعالي بقى نجيب فرختين بعد ما نغسلهم كده وننضفهم وننقعهم ونصفيهم كده من المية كلها. هنقطعهم بقى تقطيعة جميلة جدا. بص، طلعنا الوركين. انا بخليش الفراخ يطلع لي الصدر عشان انا بطلع الكتاف بحته كده اعملها نايب. بصي، هقطع الاول من عند الزور كده، اسلكها. واللي يوصل لحد هنا يعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه. بصي، واطلع الكتف كده بحته مع الجناح يبقى نايب كده حلو. اهو بصي، شايفه الحته حلوه ازاي. اطلع من الفرخه 6 قطع غير الصدر. بص، واطلع برضو القطعه التانية. طلعتها برضو كبيره شويه على حسب ما انت عايزه بقى، هاتيها لتحت كده كبريها. والصدر بقى اشيل منه الجلد كده وانضفه واخليه عشان هعمل منه كفته كده، واوريكم النهارده هنعمل شويه كفته النهارده. اشكال كده حلوه قوي تنفعك في رمضان، طبق زياده تحطيه على السفره كده. واللي يوصل لحد هنا يعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه. كل سنه وانتم طيبين ويدعو لكم ايام بخير يا رب. طبعا الفراخ احنا بنجيبها قبلها بيوم بيومين، لان لو جبتها قبلها باسبوع هناكلها. فانا جبتها بقى النهارده قبل رمضان بيوم كده، وقطعتها الصبح النهارده كده وجهزتها وحطها في التلاجة. بصي، خليت الصدر بسرعه ازاي. في طريقه تانية لخلي الصدر هوريها لكم برضو، اسهل برضو من دي. بص، طلعت فصين صدر الكبار حلوين ازاي. هنعمل منهم كفته حلوه قوي. طبعا والوركين كبار هنقطعهم 4 قطع، يبقى الفرخه 6 قطع وصدرين كبار. طبعا انت بتجيبي فرخه 2 كيلو، يعني ما تجيبهاش اقل من كده وتعمليها، لا ما ينفعش طبعا. 2 كيلو 2 كيلو و100 و200 كده يعني، عشان تعمل معاكي ما شاء الله طلع منك صدر كبير. وادي الطريقه التانية، هو نخلي الصدر. هنمسك العظميه كده ونفرغها خالص وبعدين نشدها. بصي، فرغتها من الناحيه دي، افرغها بقى من الناحيه التانية اهي. وبعدين اشدها كده من عند الزور كده لحد تحت. بصي، عشان لو عايز تعملي لحمه بارده تلفيه كده في فتله وتتبليه وتقليه كده وحطيه في الفرن وقطعيه كده شرايح، بيبقى حلو قوي. انا طبعا هعمله كفته فاقطعه كده. واقول لك بقى النهارده هنعمل حاجات حلوه قوي النهارده. بصي بقى، قطعنا فرختين اهما 12 قطعه. وادي الصدر اهو 4 حتت طبعا من فرختين. بصي الكتف كبير ازاي. طبعا لو وديتي للفراجي هطلع لك الكتف ده جناح، يعني هطلع لك 4 حتت من الفرخه والصدر والجناحين. طبعا انا مقطعهم بيض عشان اعمل فيهم كده. وبصي بقى، تعالي اول حاجه نجيب بقى كبه كده نحط فيها بصلايه، نحط واحد فلفل حار، فلفل رومي. نحط 50 حته دهنه كده، 50 جرام من اللحمه. طبعا حط الفلفل اللي يعجبك. بصي، هي 50 جرام بس، لان بتطعم الكفته بتخلي طعمها جميل جدا. هقرب لكم بس الكبه كده. ونحط فص توم صغير كده يديها ريحه. حطيت ربع معلقه توم مهروس، انتي حطي فصين كبار. كوبايه البرغل. حطي بقى ملح وفلفل اسمر وبابريكا وكمون. طبعا انا حاطه توم وبصل، ما تحطيش توم وبصل بودر. هو بس ملح وفلفل وكمون وشطه وبابريكا على حسب ما انت عايزه. طبعا اضرب بقى الخليط ده كله ببعضيه كده الاول قبل ما احط صدر الفرخه، عشان بس يندمج في بعضيه مع الدهون، عشان كمان تشرب منها وتبقى طعمها حلو. اشغل بقى الكبه. بصي، تدمج كل المواد كلها مع بعضيها. وبعدين بقى قطعي فص صدر الفرخه بتاعك ده، هو فص كبير اصلا يعني، وحطاه. وقليه بقى الخليط كله مع بعضيه كده، واتفرجي بقى عليه وعلى الريحه بتاعته جميله جدا.
دي بقى كفتة البرغل، جميلة جدا، تعمليها طبق كده زيادة تحطيه على السفرة في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. بقى كويس كده. تعالي بقى اوريك بقى شكلها عامل ازاي. حاجة سهلة جدا وتعمليها كده جميلة جدا. هيبقى فاضية كده ونعمل الكفتة التانية. بصي ما شاء الله عملت كمية قد ايه. الحاجات دي يا جماعة بتبقى حلوة قوي، بتكتر كده على السفرة، بتبقى شكلها حلو وطعمها جميل جدا. تعالي بقى نحط برضو فص تاني. احنا طبعا عاملين 4 فصوص، نحط عليهم فصين توم. الرز بقى اسلقيه نص سوا، نحط 50 دهون لحمه وصفيه كويس قوي نص سوا بس. قطعي شويه خضره بقى كده عشان دي كفته الايه، كفته الرز كده. وقطعي بصلايه وفلفل حار وفلفل رومي. حطي بقى ايه، احنا سلقنا نص كوبايه رز، دي كوبايه رز مسلوق. يعني كوبايه رز مسلوق وصفيها كويس قوي ويكون نص سوا. بصي حطي بقى ملح وفلفل وبابريكا وشطه زي ما انت عايزه. التوابل اللي انت عايزاه حطيها، اللي بتحبيها في كفتتك حطيها. بس هو الاساسي فلفل اسمر وكمون وملح، لان انا حاطه توم فريش وبصل فريش. لما بحب احط فلفل اسمر وتوم وكمون وممكن شويه كزبره وبابريكا مدخنه بس كده. اضربيهم كده بقى كويس قوي. حطي معلقتين نشا عشان يمسك كل الكلام ده كله ببعضيه. اضرب بقى كله ببعضيه كده. سهله جدا وطعمها خطير. ما تقليها كده بقى وتحطيها كده طبق كده كفته كده، وحطي جنبيه شيبسي، بيبقى خطير. طبعا انا بستفاد من صدر الفرخه، بعمل منه كفتات كتيره قوي، لان هو كده كده بيبقى يا بانيه يا تحطيه من ضمن الفرخ. فانا بستفاد منه، بعمل منه طبق زياده على السفره. طبعا احنا عملنا كفته الرز دي خلاص، هننزلها بقى كده. هي بتبقى سايله شويه، يعني اني سايبه شويه، اول ما بتقعد بتمسك نفسها، يعني عشان ما تخافيش يعني وتتخضي. اول ما بتقعد بقى اصبحها لكم دلوقتي واوريها لك. هطلعها بقى كده من الكبه. بصي شايفه عامله ازاي. طبعا اول ما بتقعد بترتاح، اي كفته اول ما بتقعد بترتاح بتبقى ماسكه نفسها بعد كده. شايفه مدت بقى كميه قد ايه. طبعا اللي معاه اولاد ما شاء الله عليه يعمل منها شغل جامد قوي. ودي كفتة الرز خلاص خلصناها ما شاء الله، عملت طبق حلو قوي. وادي كفتة البرغل برضو ما شاء الله رمت كمية حلوة. تعالي بقى هنعمل ايه، هنطلع بانيه ونطلع نجس. هناخد بقى البانيه الشرايح اللي هي السليمة اللي شكلها حلو دي وتبقى كبيرة. هاخد وش الفصين كده واقطعهم حتت كبيرة. شايفة حتة قد ايه. هوصل لحد الموزة واسيبها. شايفة الحتة كبيرة ازاي. كل حتة اطلع منها 4 حتت كبار كده واسيب ايه الموزة. ما نفعتش خلاص نطلع بقى من التانية خلاص. نعمل منها وجبة بانيه كده حلوة قوي برضو. كله بينفع في رمضان، حتى انت لو عاملاه جنب حاجة هيبقى حلو. طبعا انا هخلي الموستين دول عشان الموستين دول بيبقوا مقطعين كده. هنعمل بيهم ايه النجس. هنعمله جميل جدا بطريقة حلوة قوي. وشوف بقى احنا عملنا حاجات كتيرة قوي زي من فرختين. خلاص كده هناخد بقى اللي هو الموز دوت، هنقطعه. دي لقيت عضمية صغيرة. خدي بالك من الحاجات دي اللي هي بتبقى عند الزور دي. تعالي بقى نجيب الكبة بتاعتنا.
بصي بقى البانيه قد ايه ما شاء الله، حتت كبيره حلوه ازاي. تعالي بقى نعمل النجس، نجيب الكبه، هنقطعهم بقى ونحطهم كده. طبعا تطلعي بقى الكبه بتاعتك، بتعملي بصل اول حاجه لتتبيله ال- اللحمه المفرومه، تعملي شويه حاجات كده الصبح كده قبل رمضان بيوم كده، بتبقى حاجات كده فريش كده تاخدي منها اول يوم، بتبقى حاجات فريش ما تبقاش مجمداها. يعني مثلا النهارده طلعت، النهارده عملت اللحمه معصجه، شلت حبه اعملهم بكره للجلاش. بص بحط نص كوبايه بقسماط، واحط بقى ملح، واحط فلفل اسمر، واحط مكعب ماجي عشان مش عايزه احط توابل تانية عشان ما تغمقهاش. واحط برضو 50 دهون، دي حتتين، حتتين لحمه كده، حتتين دهنه. انا بجيب اللحمه الدهنه بشيلها، لو حط لي حته دهنه كده بشيلها، واضربهم بقى ضرب كده كويس. واحط معلقتين برضو نشا عشان يديها بياض، ولو عندك معلقه لبن بودره حطيها، بس انا ما عنديش. خلاص كده بصي ضربتها بقى خلاص كده، هنفضيها. يبقى احنا عملنا 3 انواع وعملنا البانيه. تعالي بقى نعمل تتبيله الحاجات المشويه. هنحط فلفل اخضر على فلفل احمر على فلفل حار، ونحط 3 4 قطيات، ونحط بصلايه، نحط ليمونه، فصين توم، وتوابل بقى اللي انت عايزاه، ملح فلفل شطه كمون. ونحط بقى ايه معلقه بابريكا كده، وهنحط سوا صوص دبس رمان. دي للشوي بقى، دي الحاجات الشوي. برضو في السريع كده تتبلي وتشيلي، عشان ايه؟ لو عايز تشويها او تعمليها صينيه بطاطس تحطيها على وش البطاطس، بتبقى متبله خطيره. لما بتشيلي الفراخ متبله بتبقى ريحتها جميله جدا. لما تطلعيها بقى وتحطيها كده على وش البطاطس وتدخليها الفرن، بتستوي كأنها مشويه، والسوائل كلها تنزل في البطاطس بتخليها جميله. طبعا عملت تتبيله اهي، حطيها بقى على جنب. تعالى اوريكي بقى نصبع الكفته ازاي الاول، وبعد كده اوريكي التتبيله. بصي بحط كمان، حطيت معلقه خل. طبعا الفراخ انا بشيلها للسلق، اسلقها، اعمل منها شوربه، اعمل منها صينيه بطاطس. بصي بقى الوراك دي، وراك جايباها لوحديها، جبت 6 وراك كده عشان ايه؟ اعمل فيهم اللي انا عايزاهم. بقطع الدبوسه بحته جلده كبيره، عشان انا بحشي الدبوسه دي لوحديها. لو انت شفتي دخلتي على قناتي هتلاقي فيديو اللي هو حشو الدبابيس، بحبها قوي قوي. اشيل العظميه من النص كده واحشيها فريك، بتبقى جميله جدا. انا جايبه 6 وراك، هشيل 6 دبابيس لوحديهم بجلده كبيره كده عشان تشيل معايا حشو، زي الحمام الكداب، بس بدل ما اعمله في ورك بعمله في دبوسه كبيره. وبقطع دبوسه كبيره شويه. بصي بقطعها بعيد عن المفصل كمان شويه عشان تبقى كبيره. ولو عايزه تشوفينا بخليه ازاي، خشي على قناتي واكتبي وخدي بس ده حشو الدبيس عاملاه مرتين كمان. بصي بقى الجلد قد ايه. اشيل العظمه اللي في النص واروح حاشيه بقى، بيبقى جميل جدا الدبابيس دي. هشيل بقى 6 دبابيس على جنب، واجيب بقى 6 قطع التانيين اهو، شفتي؟ خليهم على جنب كده، احشيهم بقى فريك كده واحمرهم زي حمام الكداب، بيبقوا تحفه. طبعا رمضان كريم، يبقى خيره كتير، كل سنه وانتم طيبين. والحاجات دي بتبقى حلوه قوي. بصي التتبيله اللي انا عملتها، انزل بقى ال6 قطع التانيين، افتحهم كده. دي بقى احطهم على صينيه بطاطس. لو هشوا مثلا كفته اروح مطلعاهم اشوهم جنبيهم، لان بيبقوا دسمين جدا وكبار على فكره ما شاء الله. افتحيها كده، ايوه كده عشان حتى لما تشويها تستوي بسرعه. تتبليها بقى وشيليهم، حطيهم بقى على جنب كده. تعالي بقى نغسل ايدينا ونصبع بقى الكفته كده. جيبي اي حاجه، جيبي شاليمو، جيبي ايد كده مدوره، اي حاجه صبعيها عليها، وعوش ايدك زيت كده.
صبعي بقى الكفته كده. دي هتعمليهم وترتاحي، يعني ترتاحي كده اسبوع كده من موضوع الفراخ، طلعي وتعملي جنبيهم. بص صبعتها جميله ازاي وسهله جدا. تعالي بقى نصبع اللي هي خضره، اللي هي تحت الرز. حوسي ايدك برضو زيت وصبعي. بصي بصي المعالق مسكت نفسها ازاي. دي بتقليها بقى بتبقى جميله جدا. وقفتي نص ساعه عملتي حاجاتك كلها في ثواني وشلتيها في التلاجة هتريحك. وادي النجس. بصي قطعيه بقى ايه، اعمليه زي ما انت عايزه، بس انا هقطعه كده مدور كده زي الهمبرجر. بصي بقى ما شاء الله، ادي عملت كفته وادي النجس اهو شايفه. نزليه بقى بيض وبقسماط كده وتقليه. وادي البانيه تبلته. وادي الكفته صبعت شويه وسبت بقى انا هصبعها بعد كده. وادي الدبابيس. وادي ما شاء الله ادي الفرختين عملوا وجبات قد ايه. تحطيهم في التلاجة وتطلعي منهم. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم.